بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحية طيبة لجميع الأخوة والأخوات. أرجو أن تكونوا بخير نتوما والأهل والأحباب ديالكم. ما تنساوش كيف العادة البرنامج اليومي ديالكم من أذكار الصباح والمساء، قراءة الورد القرآني ديالكم وكثرة الاستغفار، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باش يكون اليوم ديالكم جميل. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غنحضروا فيه فطائر أو لا مورقات محشوة بالخضار فقط بدون لحوم بدون أجبان، يعني وصفة اقتصادية. حتى العجينة اقتصادية هي وسهلة وخفيفة، ممكن تحضروها يعني في أي وقت، ما كتحتاجش الوقت بزاف، فقط وقت قصير. ما نطولش عليكم، ندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمقادير عندي 350 غرام ديال دقيق الفرص، كيس من الخميرة الكيماوية ما يعادل 7 غرام، عندي كاس ديال الفينو ما يعادل 150 غرام، معلقة صغيرة د الملحة، بياض بيضة، ونصف كأس من الزيت النباتي، ممكن تستعملوا زيت الزيتون. من بعد كنجمع العجينة غير بالماء البارد، يعني الماء ديال الروبيني. غنجمع العجينة ديالي مزيان حتى غادي تشد راسها، ما تندلكهاش، فقط كنجمعها، كتكون شي شويه قاصحه باش ما تعذبنيش ملي نكون نطلقها. من بعد ما غادي نجمعها تندهنها بالزيت، كنوضعها في الكيس البلاستيكي ونخليها تطلق الوقت اللي غادي نوجد فيه الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي بصله كبيره، عندي فلفله حمراء وفلفله خضراء مقطعين طريفات، عندي الجزر. بالنسبه للتوابل عندي الخرقوم، سكينجبير، عندي القرفه، عندي الكمون، عندي القزبر حبوب يابس، عندي الثوم بودره، واستعملت حتى فصوص ديال الثوم، 2 من فصوص الثوم طريه، استعملت زيت الزيتون و2 معالق ديال الفلفله حمراء والمعدنوس. هاد الحشوه تجي رائعه، جربوها، وفي نفس الوقت اقتصادية. هنا كنحرك على العناصر كاملة باش تتجانس، وغنخلي الحشوة حتى غادي طيب. بعد ما طابت كنطفي على النار وكنزيد لها المعدنوس والشعرية ديال الأرز اللي كنت رطبتها في الماء سخون وقطعتها طريفات، وغنخلي الحشوة حتى تبرد. هنا العجين بعد ما ارتاحت كنقسمها على 2، ومن بعد كل كويرة غنقسمها على 2 وغنخليهم يرتاحوا واحد شويه باش تساعدني انني نطلقها. هنا كناخذ الكويره الاولى كنطلقها بالزيت مزيان رقيقه حتى كيبان سطح العمل، بطبيعه الحال بالاستعانه بالزيت. من بعد غادي ندهنها بالزبده. الزبده انا استعملت الزبده ديال البواطه، يعني زبده نباتيه، ممكن تستعملوا زبده حيوانيه او زبده ديال التوريق، انا استعملت غير زبده العاديه المارغرين. كندهن بها هاد العجين ديالي بعد ما طلقتها رقيقه، ومن بعد كنرش القليل من النشا وكنجمع العجينه على شكل مسمنه. انا راني كنت وجدت الكره الاولى راني صوبتها بنفس الطريقه وخليتها في الثلاجه كتبرد. هنا كنطلق الكره الثانيه بنفس الشكل، يعني بالزيت رقيقه، من بعد كندهنها بالزبده وكنرش النشا وكنوضع داك المسمنه الاولى اللي كنت حضرت. وغادي نجمعها وندخلها للثلاجه، وغادي نجبد الجوج الكرات الاولى اللي كنت صوبت. هنا من بعد ما جبت العجينه ديالي طلقتها رقيقه، بعد كنقطعها بكوب بيتزا، ممكن موس، يعني اي حاجه اللي تقطع لكم. من بعد داك الحشوه من بعد ما بردات عفوا كنوضعها هكا في الوسط وكنجمع هاد العجينه على شكل كويرات. العجينه تكون رقيقه باش تعطيكم داك القرمشه، وكنوضعها في اللاطه انا ما دهنتهاش حيت ديجا العجين فيها زبده، يعني ما غاديش تلصق. الفران راه كيسخن، خص الفران يكون في الاول سخون بزاف. هنا غنكمل التشكيل ديال الكويرات.
هنا بعد ما كملتهم بالتشكيل غندهنهم بصفار البيضه اللي كنت خليت، خلطتها مع القليل ديال الفلفله حمراء وشويه ديال الزبده. غندهن الوجه كامل، غنرشهم بالبافو اولا حبوب الخشخاش، وغندخلهم للفرن 5 دقائق على حراره مرتفعه، ومن بعد نخفض الحراره ونخليهم حتى يطيبوا. وهذه هي الفطاير ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن. ها نتوما كي كتشوفوا كتجي رائعه. وهكا الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب ومشاركته مع جميع الاحباب والاصدقاء، ونلتقوا ان شاء الله في وصفه جديده وفيديو جديد. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.